بسم الله الرحمن الرحيم. طول عمرنا نسمع عائشة هي المرأة المطهرة من فوق 7 سماوات، وإن النبي كان بيحبها كتير قوي، ده بسبب الأحاديث اللي لا تعد ولا تحصى. بس في قسم من المسلمين ما بيحبوش عائشة وبيتهموها بالخيانة. ياه، ازاي يا عم؟ هو في حد يتجوز واحدة سمعتها وحشة؟ ما بالك بسيدنا النبي؟ والناس دول مين؟ وبيتهموا عائشة بالخيانة ليه؟ الشيعة بيقولوا مش أي ست اتجوزت نبي بقت معصومة، وبيقولوا إحنا معانا أدلة كتير قوي تثبت إن في نساء كتير كانوا متجوزين أنبياء بس كانوا سيئات السمعة. مثلا زوجة نوح وزوجة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. بس يا أخويا عائشة مرات ختم الرسل معقول تكون فاسدة؟ وإيه يعني زوجة ختم الرسل؟ مش البخاري بيقول قام النبي صلى الله عليه وآله خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة هنا الفتنة هنا الفتنة من حيث يطلع قرن الشيطان؟ ده النبي بذات نفسه بيقول عنها قرن الشيطان. احنا نعمل ايه بقى؟ نسيب كلام النبي ونجري ورا شويه شيوخ ضلاليه؟ وبعدين يا عم انت نسيت ان قتيله اللي اتجوزها النبي ارتدت بعد استشهاده واتجوزت ابن ابو جهل وكمان مشيت ورا مسيلمه الكذاب. وبعدين الزوجه هي زوجه، ممكن تبقى كويسه وممكن تبقى وحشه، ممكن يبقى فيه وفاق وممكن يحصل طلاق. فلو الزوجه عملت حاجه وحشه مش شرط يبقى جوزها كمان وحش. وبعدين انتوا زعلانين ليه لما بنقول ان عائشه فاسده؟ مش انتوا بتقولوا ان ابو النبي وامه وعمه وجده كمان كفار وفي النار؟ وبتقولوا كمان ان ابو سيدنا ابراهيم كان كافر وبيعبد الاصنام، وقلتم كمان ان كان في واحده فاجره باغيه ورغم كده خلفت 7 من الانبياء. اعوذ بالله من الكلام ده، بلاش فضايح خلوها مستغطيه. وكل عارف ان قابيل كان ابن نبينا ادم، وكمان احنا عارفين ان اللي رموا سيدنا يوسف في البير كانوا اخواته، يعني ولاد نبي واخوات نبي، بس الشيطان لعب بعقولهم. نعمل ايه بقى؟ والعمل الغير صالح كان ابن سيدنا نوح، مش حد غريب يعني. بص من الاخر كده، مش اي حد بقى قريب من النبي خلاص بقى معصوم. يا عم انت بتقول ايه؟ ما ينفعش. حتى لو عائشه كانت فاسده غلط انك تفضحها، المفروض تستر عرض النبي عشان ما تاذيهوش. طب ليه ربنا فضح زليخه في سوره يوسف وما صانش عرض النبي يوسف لانه اتجوزها بعد كده؟ اعترضوا بقى على كلام ربنا. وبعدين مش انتوا بتقولوا ان الانبياء نفسهم مش معصومين؟ قلتوا ان سيدنا ابراهيم كذب 3 كذبات، وان سيدنا موسى جري وهو عريان قدام بني اسرائيل، وان نبينا محمد صلى الله عليه واله كان مسحور وكان عايز ينتحر، وكمان كان بيعاشر زوجاته وهو صايم وهن في المحيط. اعوذ بالله من الكلام ده كله. طب ليه بقى عاوزين تقنعونا ان زوجات النبي معصومين؟ الشيعة بيقولوا مش كل واحد كان قريب من النبي بقى معصوم. هو مش بني اسرائيل كانوا صحابة النبي موسى ولما سابهم 40 ليلة عبدوا العجل على طول؟ واللي حرفوا الانجيل كانوا اهل الصين ولا صحابة سيدنا عيسى؟ بص من الاخر كده احنا لازم نفرق بين النبي واللي حواليه، واللي يطلع وحش وده يعيب نفسه مش يعيب النبي، لان النبي عليه يوصل رسالته ودعوته والناس تختار، في اللي هيفضل على كفره وفي اللي هيؤمن، وليعلمن الله الذين امنوا وليعلمن المنافقين. والشيطان لو غوى واحد كان قريب من النبي مش معناها ان النبي فاشل والعياذ بالله، لا، الخلل من الصحابه ده ذات نفسه مش من النبي. فالانبياء معصومين ده امر مفروغ منه عند الشيعة، ولو انهم اتجوزوا ستات وحشه ده مش طعن فيهم، بالعكس ده يبين حجم البلاء اللي كانوا فيه. والقران قال حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. احنا عايزينكم تفتحوا عيونكم بدل ما انتم نايمين في العسل كده، وخليكم واعيين وفاهمين ان مش كل واحد كان قريب من النبي خلاص بقى معصوم، لانه ممكن يسلم نفسه للشيطان عادي جدا. عشان كده الشيعة بيطعنوا في عائشة لانه ثبت عندهم من القرآن ان ممكن قوي واحدة من زوجات النبي تعمل الفاحش. يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. وبعدين المسلمين عارفين ان عائشة نزل فيها قرآن يهددها اكتر من مرة، ونزلت فيها سورة كاملة هي وصاحبتها حفصة بتذمهم وبتلعن اللي خلفوهم كمان. عشان كده لازم كلنا نتحقق من عائشة وافعالها، ولازم نراجع الماضي عشان نقدر نبني الحاضر ونمنع حدوث الاخطاء في المستقبل. كده بيعلمنا القرآن، فتفكروا.